زمان واحنا صغيرين كنا بنشاور على شغال في البترول واللي شغال في البنك ونقول يا ابن الذين شغال في بترول وشغال في بنك. دلوقتي لو واحد صاحبك شغال في اكبر شركه بترول والتاني في اكبر بنك والتالت شغال في ابل ولا امازون ولا جوجل، هتشاور على مين؟ ايه اللي بيحصل؟ اكبر 10 شركات في العالم دلوقتي مفيش فيهم الا ارامكو هي الوحيده اللي شركه بترول، الباقي شركات تكنولوجي. شركات التكنولوجي دي من ضمنها ابل قيمتها السوقيه كام؟ وصلت في وقت من الاوقات 3 تريليون دولار، 3000 مليار دولار، انا ما بهبتش. صفحه فتكات اللي كبرت بقت فيسبوك بقت قيمتها السوقيه في وقت من الاوقات 1.8 تريليون دولار. صفحه نت قيمتها 1800 مليار دولار. مارك لما اشترى واتساب، مارك زوكربيرج لما اشترى واتساب في وقت من الاوقات بعد لما طلع واتساب 3 سنين اشتراه ب 22 مليار دولار. ماذا يحدث؟ اللي بيحدث الناس دي ماذا لديهم من اصول؟ ليس لديهم اصول ماديه ولكن لديهم اصول رقميه، ومن هنا خلق اقتصاد البيانات الذي اعاد ترتيب الدول والشركات. الثوره الصناعيه الثالثه ايام الكهرباء محت 3.5 مليون وظيفه ولكنها خلت 19.5 مليون وظيفه. الثوره الصناعيه الرابعه هتمحي وظائف كتير وهتخلق وظائف اكتر بكتير. ايه اللي مطلوب مننا والشاهد من الخناقه اللي دايره دي؟ الشاهد اللي احنا محتاجين نسيرش اونلاين نكتب اثر الثوره الصناعيه الرابعه على متطلبات سوق العمل، عشان نبتدي نشوف، لان في مهن كتير مش هتبقى موجوده سواء ليا ولا لعيالي، وفي مهن كتير هتتغير طريقه شغلها. كل الناس شغالين في الانتيريور ديزاين والكوبي رايتنج والماركتنج، كل الناس دي اما مش هيشتغلوا في حاجات اما طريقه شغلهم هتختلف.